دايما وانت بتتخيل حاجه بتتخيل ان الموضوع سهل جدا، وده لان انت مش بتتخيل المعوقات او المشكلات اللي هتقابلك مع الحاجه دي. انا عايز ابقى ملاكم، خلاص انا هنافس على البطوله من بكره. انت محتاج مدرب، محتاج معدات، محتاج انضباط يومي في الاكل وفي الشرب وفي النوم وفي كل حاجه عشان خاطر توصل لدرجه معينه من اللياقه البدنيه، وبعدين نشوف البطوله دي ايه ظروفها. وهكذا تقريبا في كل اجزاء حياتنا. احنا القناه بتاعتنا هنا متخصصه في مجال الهندسه، بالاخص الهندسه المعماريه، فده اللي هيبقى موضوع الفيديو النهارده. واحنا في بدايه المشروع خالص، واخيرا خلاص اشترينا الارض او الشقه او ايا كان العقار بتاعنا وهنبدا نشتغل فيه. انا بس لو اعرف الخطوات بتترتب ازاي انا هشتغل زي الفل. يلا ديك عرفت ترتيب الخطوات. انا بس لو اعرف توزيعة الفراغات والحاجات، مين اللي هيبقى جنب مين، انا تمام كده. اديك عرفت التوزيعه بتاعتها. انا بس لو اعرف كل بند هشتغله ازاي بس ومحتاج في ايه، الموضوع هيبقى خلاص كده خلص. يلا ديك عرفت كل بند محتاج ايه، خلاص اهو. شوف الموضوع بسيط جدا اهو، تمام. يلا نبدا نشتغل بقى فعليا. اول حاجه التربه محتاجه اصلا حفر، لان الطبقه اللي ظاهره قدامك في التربه مش طبقه سليمه. انت محتاج تشيلها وتكشف التربه السليمه القويه اللي هتستحمل الاساسات بتاعتك او وزن المبنى بتاعك ككل. طيب ودي حاجه هعرفها ازاي؟ عن طريق ان انت بتعمل تحليل للتربه، فبيقول لك هتحفر قد ايه والاساسات بتاعتك الابعاد المتوقعه ليها هتبقى قد ايه. بس ادي الموضوع سهل وبسيط اهو. كنا هنروح في داهيه لو تحليل التربه ده، ومن ده عرفنا ان ابعاد القواعد بتاعتنا هتكون متر ونص، بس فعليا احنا هنعملها مترين. طب ليه؟ هي رمي فلوس وخلاص يا باشمهندس في الارض؟ هو تحليل التربه بيقول لك ان التربه نفسها تتحمل المتر ونص قواعد، لكن انت مش مديك في التحليل ده او التقرير ده البيئه المحيطه بك شكلها عامل ازاي. ما يعرفش ان انت جنبيك خط سريع بتعدي عليه عربيات نقل ثقيل، وبالتالي لازم القواعد بتاعتك هتبقى مشتركه وكمان قطاعاتها كبيره شويه. يلا خلاص ده عرفنا التربه وعرفنا الارض وعرفنا مساحات القواعد. ثانيه واحده، انت هترمي كمان خرسانه مسلحه على طول على الارض كده؟ طب والرطوبه والمفيش اي حاجه قبل الخرسانه المسلحه؟ ما احنا خلاص حفرنا وعملنا الاحلال بتاعنا، نرمي الخرسانه المسلحه بتاعتنا؟ لا، في طبقه خرسانه عاديه لازم تتعمل، وضروري ان هي تتعمل علشان تفصل الخرسانة المسلحة عن الرطوبة بتاعة الأرض بتاعتك. ده لازم، ودي ضروريات مش رفاهيات في الأرض عندك. وبعدين ثانية واحدة، أصلا قبل ما نبدأ نرمي أي خرسانات احنا مش حفرنا ورمينا طبقة إحلال؟ ما هو أنا لسه ما استلمتش طبقة الإحلال دي، معرفش هي المنسوب بتاعها موحد ولا في مشاكل. يعني هل طبقة الإحلال دي اتعمل ليها دمك بشكل كويس؟ هل المنسوب بتاعها موحد طبعا مع هامش الخطأ المتفق عليه؟ يا هندسة ما تدقش قوي، ده الراجل من العيلة وابن عمنا وتمام ومش هيعمل لنا أي مشاكل. هو مش هيعمل لك أي مشاكل، بس ابن عمنا على سفرة الأكل وأنت في البيت، لكن هنا في الشغل كله بيغلط، فاحنا كل واحد بيشرف على التاني عشان يتاكد ان مفيش غلط بيحصل. وبعدين يا باشا احنا مكترين الحديد هنا، ده الراجل الصنايعي بيقول ده الحديد كده رامين كتير قوي في المتر كده، احنا عايزين نقلل شويه. طيب هو يعني الصنايعي بيقول لك ان هو عايز يقلل الحديد ده بناء على ايه؟ عشان خاطر باكي عليك وعايز يوفر لك، ولا عايز يوفر من مصنعيه بند الحداده اللي هو هيدفعه من المصنعيه بتاعته؟ وده سبب من اسباب كتير. القواعد المسلحه بتاعتك ابعادها مبالغ فيها، عايزين نصغرها شويه. يا باشا هو فعلا عايز يصغرها عشان باكي عليك في المصاريف، ولا عشان خاطر مش عايز يقطع خشب جديد للقواعد المختلفه اللي هو مش متعود عليها؟ ده سبب برضو من اسباب كتير. اخيرا خلصنا الحفر وخلصنا القواعد بتاعتنا، يلا بقى نبدا نشتغل. طب ما هو ثانيه واحده، في حاجه، انت عندك سملات ومش رامي مواسير الصرف بتاعتك. يلا معلش هنكسر في السملات ونمشي مواسير الصرف، مع كله بيعمل كده مفيش مشاكل. وهكذا احنا حرفيا نقدر نعد عشرات المشاكل، بس يا دوب واحنا في بند القواعد المسلحه، احنا حتى ما طلعناش بعمود ولا بحيطه في الموقع. وبعدين انت اصلا عملت القواعد والسملات بتاعتك وردمت ونسيت تعزل، يعني خلاص بقى الورثه بقى يحفروا ويعزلوا هم بقى، ما خلاص مش هنعمل احنا كل حاجه، ما هو مش هينفع. خلاص احنا لحد كده كفايه في الخرسانات وفي الخطوات البدايات دي. هنبدا بقى في بند المباني. اعتقد سهل ده، يعني هي طوبه فوق طوبه والحيطه بتطلع معاك. هو انت لو قلت كده او بتعتقد كده، ده معناه ان انت ما اتفرجتش على الفيديو بتاع المباني اللي اتكلمنا عنه عن بند المباني بشكل كامل. اتفرج بقى على الفيديو واعرف المشاكل اللي ممكن تقابلك في البند ده. بس وبشكل سريع، انت بنيت الحيطه وتمام وزي الفل، في مواسير كهرباء نازله لك ومفيش حيطه. دي مش حيطه يا باشا، ده بار. انت مش عارف تقرا المخطط والدنيا ضربت منك. وبعدين برضو يعني لو الحيطه ضربه هنا شويه هنا شويه، هتيجي عليها المحاره هتضريها، وحتى لو المحاره فيها مشكله هيجي بتاع النقاشه هيضريها، ولو النقاشه فيها مشكله مش مشكله برضو ما حصلش حاجه، هنحط على جبسن بورد. لو الجبسن بورد فيه مشكله هيتضرب الاضاءه، وهكذا غلطه ورا التانيه ومشكله ورا التانيه، وكل مشكله بتكلفك اكتر في البند اللي بعده.
لان انت المحاره هتبقى تخانتها كبيره على الحيطه، وبالتالي اسمنت اكتر، مصنعيه اكتر، ويوميات اكتر، وهكذا. وحتى الان كل اللي احنا بنحكي فيه ده يا دوب بس دي مشكلات هندسيه بس، احنا ما تطرقناش اصلا لمشكله الخامات اللي بتجيلي الموقع، دي خامات سليمه ولا مش سليمه، الطوب نوعه كويس ولا مش كويس، الرمله اللي بتجيلي نوعها كويسه ولا مش كويسه. واصلا ما اتكلمناش برضو عن مشاكل الصنايعيه والمقاول اللي دايما حماته بتتوفى في كل يوم في عندنا صبة سقف. وحرفيا كل التعقيدات دي مش بتقل لما انت بتخلص بند الخرسانه وتدخل على المباني، ولما تخلص المباني وتدخل على المحاره، بل بالعكس دي بتزيد، لان انت في البدايه ما عندكش غير يا دوب بند واحد بس، لسه هتشوف الدنيا عندك فيها ايه. لكن اول ما بتخلص الاول وتدخل على التاني، فانت محتاج التاني يتظبط على الاولاني، وكمان التاني يتظبط بشكل يبقى مناسب للي بعده، وهكذا وهكذا وهكذا. بمعنى ان انت كل ما بتخلص بنود معينة اكتر، كل ما عدد المشاكل بتزيد اكتر. وطبعا عندنا في الهندسة مش منطقي ان انا هروح للصنايعي اقول له يا باشا انت عامل دي غلط او دي غلط، وما بقاش عندي الكيفية ان هو ازاي هيصلحها او ازاي هيعمل الصح. على الاقل مش عندنا كمهندسين، لازم هتقول لي على دي غلط، لازم تقول لي هو ايه الصح بتاعها، ويبقى عندك فعلا ان دي صح، وعندك كيفيه هتتعمل ازاي. ما انت ما ينفعش ترمي كلمه للصنايعي ان دي غلط وتسيبه وتمشي، مش منطقي ومش هيسمع كلامك اصلا. لحد هنا اتمنى ان الفيديو كان مفيد وقدم لك معلومه جديده او لفت نظرك لحاجه جديده ممكن تكون هتواجهك يعني في المستقبل لو هتعمل بيتك او شقتك. ما تنساش تشترك في القناه ودوس لايك، وسيب تعليق لو في حاجه معينه حابب تشوفها في الفيديوهات اللي جايه.